السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في وصفة جديدة من سلسلة حلويات العيد. اليوم كنقترح عليكم محبوبة الجماهير، حلوى غنية عن التعريف، كتجي في قمة الروعة، هشيشة اقتصادية ولذيذة بزاف كيحمقوا عليها صراحة الكبار والصغار. حلوى ديال الفرماج. بالنسبة للمقادير كلهم غتلقاوهم في صندوق الوصف مكتوبين بالضبط ان شاء الله. كنحتاجوا الى الدقيق كيبقى دائما على حسب الخليط، الى 125 غرام ديال الزبده اللي كتكون النوعيه الجيده وطبعا بحراره المطبخ. كنحتاجوا الى 4 ديال مثلث الجبن، لافاش كيري ولا المهم اي ماركه اللي بغيتو، او مربع يعني على حسب اللي بغيتو. المهم كنحتاجوا 4 ديال القطع. كنحتاجوا ايضا الى 60 غرام ديال السكر كلاصي، ما يعادل نصف كاس ديال العنبه، قبيصه ديال الخميره الكيماويه يعني ما كعبرت براس معلقه، يعني غير شويه ديال الخميره الكيماويه ماشي بزاف. وكنحتاجوا الى سكر فانيليا. فقط واحد الملاحظه اخواتي قبل ما نبداو الوصفه ديالنا، بزاف ديال الاخوات كيقولوا سلوى ما كنتوصلوش بالاشعارات ديال الفيديوهات ديالكم. ماشي مني انا، هذيك من الاداره ديال اليوتيوب، يعني مشكل يعاني منه جميع اليوتيوبرز. فقط ما عليكم اخواتي غير تلغيو زر الاشتراك وتفعلوا تشتركوا من جديد وتفعلوا الجرس من جديد، وهكذا غتبقاو توصلوا دائما بجديد الفيديوهات ديالي. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. كنوضعوا جميع المكونات هنايا عند الزبده، وكنضيفوا عليها الجبن المثلث بحال اللي قلت لكم 4 ديال القطع. كنضيف عليها السكر فانيلا والسكر كلاصي، من الاحسن يكون سكر كلاصي ماشي سكر خشن. بسم الله. كنخدموا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى ينسجموا. بحال اللي لاحظتوا معايا فانا عدلت غير 60 غرام ديال السكر، لاننا باقي غنعدلوا له الشوكولاته السوداء من فوقي، فمن الاحسن ما تكثروش السكر باش ما تجيكمش الحلوه ديالكم حلوه بزاف. بحال اللي كتشوفوا معايا نسجموا هاد المكونات، ودابا غنضيف لها الدقيق تدريجيا. ما نساوش الخميره الكيماويه، كنأكد عليكم تكون غير شويه ديال الخميره، يعني قديسه ديال الخميره ديال الحلوى وصافي ماشي بزاف. وكنبداو نضيفوا الدقيق تدريجيا. في صندوق الوصف غنخلي لكم المقادير، يعني دقيق شحال هزات معايا بالضبط. بحال اللي كتشوفوا معايا بعد ما جمعت العجينه ديالي، فانا دخلت لي هنايا 270 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق يقدر يهز معكم 270 حتى 300 غرام، كيبقى دائما كيختلف على حسب نوعيه الدقيق. المهم العجينه ديالكم ما خصهاش تكون قاصحه، تكون عجينه متماسكه ومجموعه ورطيبه، يعني بحال هذا الشكل هذا صافي. ودابا نشكلوها ان شاء الله. ودابا بسم الله غنبداو نشكلوا في الحلوى ديالنا. بالنسبه لهاد الحلوى هذه صراحه كل واحد كيفاش كيشكلها. بالنسبه للام ديالي يعني كانت كتعدلها على شكل هلال، كانت كتعدلها هيدا على شكل هلال، كتشكلها كامله على شكل هلال. ومن بعد يعني ملي كطيب الحلوى كتعدل واحد النصف بالشوكولاته البيضاء والنصف الاخر بالشوكولاته السوداء. هيدا كتعدل الام ديالي في الدار ديالنا. وفي نفس الوقت يعني كاين بزاف ديال الاخوات كيعدلوا لا كيدفنوها في السكر كلاصي. انا لا غنعدل يعني غنشكلها، يعني هذه هي طريقتي. غنشكلها بهذا الشكل هذا، يعني غنحاول نكورها هيدا صافي. وكنبداو نشكلوا الحلوى ديالنا. هذه هي الطريقه ديالي انا، كنكورها بهذا الشكل هذا. كتجي صراحه مزيونه هذه الحلوى بزاف. نحاول نقص منه. أنت الرابع، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح
أنت الرابع. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. من بعد ما شكلت الحلوى ديالي كامله غندخلها الفران يطيب على درجه الحراره 180. يعني من مجرد ما تشوفوها يعني تحمرات، ما خصهاش تحمر بزاف، غير تشوفوها بانها طابت ونخرجوها ونكملوا طريقه التحضير. من بعد ما طابت الحلوى ديالنا انا ذوبت هنايا شوكولاته سوداء، تقريبا واحد 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء ذوبتها. ودابا غنعدلوا الحلوى ديالنا في الشوكولاته السوداء بهذا الشكل هذا. غنستمر بهذا الشكل هذا تنسالي هذه الكميه اللي عندي كامله. هنا من بعد ما كملت الحلوى ديالي غنوضع الشوكولاته البيضاء اللي عدلتها في واحد الميكا، غنتقبها واحد الثقب رقيق من هنايا وغنعدل دوائر، وانتم تشوفوا معايا كيفاش غنعدل نشكلها على شكل زخرفه. وكنجي هنايا وكنشكلها بهذا الشكل هذا. من بعد ما ساليت هذه الكميه هذه غندخلها الثلاجه تشد في راسها ونشارك معكم الشكل النهائي ديالها. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى، كتجي فنه هشيشه بزاف صراحه، اسهل ما يكون. طبعا الا ما بغيتوش تعملوا شوكولاته سوداء ممكن ترشموها بواحد المرشم وتعدلوها، تعدلوا لها من فوق سكر كلاصي، كتجي ايضا مزيونه بزاف وهشيشه هشيشه هشيشه كيحماقوا عليها الكبار والصغار. كنتمنى هاد الحلوى هذه تنال اعجابكم وتجربوها في البيوت ديالكم، ومرحبا بكم الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي. هنا غنخلي لكم بعض الصور غتلقاو الروابط ديالهم في صندوق الوصف. كنتمنى لكم نهار مبروك وبسلام عليكم.